تقول واقف قال لنا يا اخي البرهان قال داري يلاقيكم. خلاص قلنا كويس. الدليل قال لي انا ماشي الاقيكم. جابوا عربيه دخلونا مشينا لقينا الجماعه دي خلاص ماشي غيروا البطلات بتاعتهم ده وشنو ناس شمس الدين قال لابسين رسمي حاجاتهم غيروها لبس جلاليب والرواقي كده وخدتنا ما خشينا معاه. برهان جا خشي بشوي شمس الدين وياسر عطا هم الثلاثه. انا نفرين وعبد العزيز قعدنا يا جماعه دايرين تجونا نجيبكم كيف لك؟ ما باتفاقنا ناقش قال لا خلها يد احنا متفقين معك ما مختلفين. يا اخي احنا دايرين نكبر ده باستراحه ده موجود. قال لي يا اخي القوات الشعب المسلح ما في هبتها الاولى. الميليشي ده جا ولو ما عملنا حسابنا ده بيلخبط السودان ونحن ما بنقدر نوصل. احنا دايرين لكم جيش يا شعب بخبرتكم والحاجه دي انت حرضتونا ونحن قاعدين يعرفنا قدراتكم. نقدر انكم عشان نجي ندمج القوه بقى عشان نقدر نجرد الميليشي ده. الذي قال له قلت زي ده قال له خلاص بس شيل القلم بس شيل القلم. الراجل ده عمل الدوله السودان ده اعلن الدوله الغى الشرعيه الاسلاميه. كان عارون النميري الغاء الشرعيه الاسلاميه والدوله علمانيه. بكره ده بنجي قال له لا انت تعال تعالوا عشان نمشي نعمل الكلام ده هنا معاك. عبد العزيز قال له ليه؟ ما النميري كان عمله بقلم. كان داير مشاوره النميري قاموا بس عمل الكلام ده خلاه بقى في رقبتنا الليله فرتك السوداني خلى جنوب فاز خلى حاجات كثيره. فانا عايز اقول باختصار في نقاط تعليقا على الكلام اللي اتقال ده، لانه الفيديو ده عمل رواج كبير والناس بقوا يتداولوه بشكل واضح. النقطه الاولى اللي قالها عبد العزيز اللي قال الجنرال البرهان ان احنا دايرين لكم تجونا، وقال له نجوكم ليش؟ قال نحن متفقين معكم. قال نحن متفقين معكم وما عندنا معكم اي مشكله. النقطه دي بتاكد لك بوضوح تام انه مدى تعامل الجنرالات بتاعين العسكر وفهمهم لعدم مبدئيه الحركات المسلحه وعدم ايمانها بالقضيه. ولذلك الحركات المسلحه نفسها هي ادمنت الاستراتيجيه بتاعت المساومات والتسويه على طريقه المؤتمر الوطني اللي هو ما بشغل مبدئي. وده باكد لك بوضوح تام انه العسكر هم دايرين يستخدموا الحركات المسلحه لضرب القوه بتاعت الثوره، ودي اللي استخدموها بموجب اتفاقيه سلام جوبا واللي هو عملوا الانقلاب العسكري. ودايرين يستخدموا عبد العزيز ادم الحلو للقضاء على المجموعه بتاعت ناس حميدتي. وده اللي باكد لك بوضوح تام انه العسكر نفسهم هم اكثر حرصا على تنفيذ اتفاقيه سلام جوبا للقضاء على الحركات المسلحه الموقعه على اتفاقيه سلام جوبا، واكثر حرصا على تنفيذ الاتفاق الاطاري للقضاء على القوات بتاعت الدعم السريع لسبب بسيط، لانه الاتفاقيه بتاعت سلام جوبا ما نصت على انه الدعم السريع ميليشيات، وقالت قوات الدعم السريع هي قوات نظاميه في التصنيف بتاع القوات النظاميه، وقالت تدمج القوات تحت الحركات المسلحه في صفوف القوات النظاميه، الجيش، الشرطه، جهاز الامن، وقوات الدعم السريع. فبالتالي بموجب اتفاقيه سلام جوبا اصبح الدعم السريع هو عباره عن قوات شرعيه وعباره عن قوات نظاميه يجب ان تدمج فيها جزء من الحركات المسلحه نفسها. فبالتالي الفهم الواضح جدا انه العسكر الان هو معركتهم معركه طويله، معركتهم شغاله عبر جزئيات للقضاء على الاحزاب السياسيه، واحد، اثنين للتخلص من الحركات المسلحه الموقعه على اتفاقيه سلام جوبا، ثلاثه للتخلص من الحركه من القوات الدعم السريع لاحقا اللي هو بيستخدموا فيها الاليات من ضمنها المفروض تكون الحركه بتاعت عبد العزيز ادم الحلو. والنقطه الاخيره انه هم المفروض يخوضوا معركتهم الاخيره عشان ينفردوا بالسلطه لاحقا لقدام. يعني ده كله ما دعما على المساله بتاعت التحول الديمقراطي.
طيب النقطة الثانية اللي هو يتحدث عن انه الجيش بقوا ما في هيبته وعشان كده نحن دارين انكم تقيفوا معنا. ودي فعلا فيها اعتراف واضح انه الجيش السوداني اي نعم ما في هيبته القديمة. نعم فترة الانقاذ اضعفت الجيش السوداني، اي الجيش السوداني نفسه كان من اكبر المؤسسات اللي ضررت من الفترة بتاعت الانقلابات العسكرية والانظمة الشمولية. فبالتالي الحديث ده فيه وضوح تام انه هو المشكلة الاساسية مش لانه الانقاذ اضعفت الجيش، لا، لانه بوضوح تام الجبهة الداخلية بتاعت الجيش ناس البرهان وياسر العطا والكباشي ما قادرين يسيطروا عليها، لانه الجبهة دي تحديدا فيها مراكز بتاعت قوة هم يعتبروا فيها الحلقة الاضعف. فبالتالي ده بوضوح بأكد انه عدم ثقة البرهان وعدم ثقة الكباشي وعدم ثقة ياسر العطا نفسهم في المؤسسة بتاعت الجيش دي في المقام الأول، مش لأنه عشان هي بقت مؤسسة ضعيفة، لأنه مراكز القوة في داخل الجيش هم ما قادرين يسيطروا عليها لمصلحتهم. فبالتالي بحاولوا يستقوا بسلوك خارجية من ضمنها السلوك تحت الحركات المسلحة دي لإحداث عدد من التوازن بصورة أو بأخرى في المشهد السياسي. النقطة الرابعة حديثه عن انه يا اخي قال الميليشاوي ده جاء ولو ما عملنا حسابنا بفرتق البلد، وده بأكد لك انه نية المجموعة تحت الانقلابيين البرهان والكباش وياسر العطا في التخلص من حميتي بشكل واضح انه هم معركتهم الان بقت هي معركة بتاعت وجود وبقاء. ولذلك المسألة بقى حجم الصراع واولويته هو صراع ذو استراتيجية امنية، ولذلك الصراع على الأساس الوصول لتحول مدني ديمقراطي ده ما عنده أي مكانة في المرحلة بتاعت الصراع. ولذلك الآن هم دايرين بأي طريقة يستقوا بأي اتجاهات تانية للتخلص من ضرب من حميتي من المشهد السياسي ولضربه، وفي ده ما عندهم مشكلة في أنهم يستخدموا الحركات المسلحة. النقطة الخامسة برضو بأكد لك بوضوح تام أنه عدم مبدئية الحركة الشعبية نفسها. الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز آدم الحلو هم بينظروا لها انها كحركة ما عندها مبادئ المفروض الناس برضو يركزوا عليها. قال لعبد العزيز آدم الحلو قال له لو نحن دارين نجيكم قال امسك الورقة والقلم ديل واكتب، وده اكتب حاجتين: الغاء الشريعة الاسلامية الاصدار النميري والغاء والسودان دولة علمانية. وديل النقطتين الاثنين بحدد لك انه مدى التعامل بتاع عبد العزيز آدم الحلو مع القضية السودانية ما من ناحية مبدئية، لكنه من ناحية بتاعت مزايدات سياسية ومن ناحية بتاعت محاولة تغبيش المشهد السياسي على مستوى الدولة السودانية لسبب بسيط، لأنه قال أمسك الورقة وأكتب. دول النقطتين المفتاحيتين عندهم. النقطة الأولى إلغاء قال قوانين الشريعة الإسلامية الفرض النميري. طبعا النميري ذاته عليه رحمة الله سقط من الثورة بتاعت أبريل، فبالتالي أنت كونك ترجع للمسألة بتاعت نميري ده نوع فيه استلاف لتغبيش الوعي على الشعب السوداني واستلاف لمحاولة تضليل الشعب السوداني، لأنه قوانين سبتمبر أوريدي هي سقطت من زمان. والحلو ذات نفسه وقع عدد كبير من الاتفاقيات مع نظام المؤتمر الوطني، ما ذكر ربنا ما فتح عليه انه يذكر قوانين سبتمبر دي ذاتها عشان يلغوها. الحركه الشعبيه وقعت مع المؤتمر الوطني اتفاقيه نيفاشا. الحركه الشعبيه شاركت عبد العزيز آدم الحلو مع احمد هارون في جنوب كردفان، وقعت عدد كبير جدا من الاتفاقيات مع نظام المؤتمر الوطني. ما في زول ذكر النظام بتاع الشريعه الاسلاميه بتاع جعفر نميري. فبالتالي ده واحد من الاستلافات اللي بيستقبل فيها الشعب السوداني، والاستلافات اللي أكد لك إنه ما في قضية مبدئية بالنسبة للحركات المسلحة أصلا عشان هم يقولوها، لأنه أنت ما ممكن الليلة في الوقت ده تحديدا العام 2023 بيتكلم عن إلغاء قوانين سبتمبر وإسقاطها، وهي أوريدي سقطت مع جعفر نميري زمان عليه رحمة الله. وأوريدي أنت لما وقعت عدد كبير من الاتفاقيات مع نظام المؤتمر الوطني في أوقات سابقة ما تحدثت عن الموضوع ده. النقطة الثانية المسألة بتاعت العلمانية اللي هو بقى برضه يرفعوها عشان يحققوا بها أغراض سياسية، ودي بحاولوا قدر الامكان انهم يفرضوها الان فيما يسمى بحاجه اسمها المبادئ فوق الدستوريه. هو في النهايه الموضوع خلاصه الكلام
انه حتى ذات نفس الحركات المسلحه اللي هي بتتحدث عن حاجاتهم دي ما بتتحدث عن قضايا من ناحيه مبدئيه، اللي هو في النهايه المواضيع حتخضع لمساله بتاعه تسويات سياسيه ولا مساله بتاعه اقتسام للسلطه، وده كله حيكون خصما على المشروع الكلي للعمليه بتاعه التغيير. يعني عبد العزيز ادم الحلو نفسه هو مستقبله مرهون بتوقيع اتفاق بتاع سلام، اذا كان مع نظام عسكري ولا اذا كان مع اي نظام مدني قادم. اول ما يوقع اتفاق بتاع سلام اوريدي يتاكد انه عبد العزيز ادم الحلو خلاص انتهى. فبالتالي الان المشهد ده كله وخلاصه الفيديو باكد لك انه عدم مبدئيه الحركات المسلحه وايمانها بالتحول الديمقراطي ونظرتها للقضيه السودانيه بشكلها المشوه، وباكد لك انه عدم قدره الجنرالات اللي هو المسيطرين على المشهد من ناحيه انقلابيه على السيطرة على الجبهة الداخلية حتى للجيش نفسهم، وهم الآن في أضعف حالاتهم في ظل وجود أمواج متلاطمة من مراكز القوة بتاعة الصراع اللي هم ما موجودين فيها. الآن حميدتي هو اللي بقى بعبع للعساكر إنه العسكر البرهان والكباش ياسر العطا هم ما صنعوه، فبالتالي عشان هم ما صنعوه ما بيمتلكوا مفاتيحه، لكن الناس اللي صنعوه هم صنعوا ناس المؤتمر الوطني، وناس المؤتمر الوطني هم اللي ممتلكين المفاتيح الأساسية بتاعت حميدتي. فبالتالي الناس الإسلاميين هم عندهم القدرة بنسبة أكبر على إبطال مفعول حميدتي في المشهد أكثر من تحكم البرهان والكباشي في إبطال مفعول حميدتي في المشهد. فبالتالي ده كله مؤشر بأكد لك إنه الصراع على مستوى الدولة السودانية خلال المرحلة القادمة هو من الدرجة الأولى بيبقى صراع أمني ما صراع بتاع تحول ديمقراطي وصراع مدني بشكل واضح، وده مؤشر خطير جدا وبهدد المستقبل بتاع التغيير على مستوى الدولة السودانية. والناس حقوا يراجعوا حساباتهم بشكل دقيق لحسابات المشهد السوداني وخاصة في مؤشرات معادلة المستقبل. شاكر لكم جدا ولكم تحياتي دوما.